صوت الخطوات برة غريب، منتظم بشكل مش طبيعي وسط سواد الليل. رتم بطيء لكن ثابت، كأن اللي يحرك رجليه مضبط حركتهم على دقات الثواني. كل ثانيتين خطوة صوتها بارز كأنها خطوات فوق خشب باركية مش فوق سطوح خرساني. مع صوت الريح اللي بيصفر برهوة بيهز سقف أوضة بقى خليط مرعب، لغاية ما وصل نص السطوح تقريبا ووقف صوت خطواته. ثواني من الصمت مرت، كأن صوت الريح وقف مع وقوف خطواته. فكرت أقوم من نومي واطلع أبص، لكن قلت أكيد تهيؤات زلي أنا متعود عليها. مين اللي هيفكر يسرق باقي الساكن لوحده في أوضة فوق السطوح من غير حمام حتى؟ اتلفت حواليا. سقف صاج مدلي منه به نورها أصفر، سرير نحاس فيه 7 ملل بس، فوقيهم مرتبة عملت هضاب ومنحنيات من فروقات الملل، فوقيها ملايه متربة لونها الأبيض بقى رمادي، وفوقيهم جسم النحيل. شباك من ضرفة واحدة، ترابيزة وكرسي، وأرضية من بلاط مربع عتيق. لكن كل ده مش مهم دلوقتي، خصوصا أن صوت الخطوات يتحرك تاني بنفس الطريقة، لغاية ما وقف قدام بابي. المرة دي قمت من على سريري وتحركت بانفعال ناحية الباب. ما عنديش حاجة أخسرها ولا أخاف عليها. فتحت الباب بعنف. لقيته واقف ببرود قدامين، واقف ثابت ما تهزلش جفن، لا مبتسم ولا مكشر ولا منفعل، مش مرسوم على وجهه أي مشاعر. وفي نفس الوقت كان شكله غريب، وجهه أبيض بياض باهت كأنه ما فيهوش نقطة دم. شعره طويل وناعم ومتسرح لورا بانتظام عجيب. أما مكان دقنه وشنبه فكان أملس كأنه ما طلعلوش شنب ولا دقن. عينيه واسعين، بياضهم زاهي، والبؤبئين لونهم عاطي على صفار من انعكاس نور اللمبة الأصفر عليهم. رموشة طويلة وسودة كأنها متكحلة. لكن الأغرب من كل ده إنه كان لابس بدلة سودة واضح من شكلها إنها حاجة غالية جدا. الجاكيت أسود، صديري أسود، وتحته قميص أسود، حتى البنطلون أسود. قطع تأملاتي بصوت وخيم وقال: شرط سفلي ممكن أدخل. على الرغم من مظهره الغني إلا إنه أول ما أتكلم حسيت إن اتفتح باب قبر في أنفاسه، زي ما يكون حس إني شميت أنفاسه، فابتسم وقال: شرط سفلي الأنفاس حته من بصمة الروح، ما بتتغيرك بتغير المظهر. اسمح لي بالدخول وهتعرف كل حاجة. حسيت مع كلامه بباب القبر اتفتح مرة تانية، لكن ما كانش ده إحساسي بس المرة دي، لأن ابتسامته هزتني. حسيت بخوف بيتحرك في جسمي من فوق لتحت. بدأ برعشة في رقبتي ونزل لبرودة في صدري وظهري لغاية ما أتحول لرجفة في أطرافي. كمان لما ابتسم حسيت أني شفته قبل كده، لكن مش فاكر فين. حاولت أعصر دماغي لكن برضو ما افتكرش. يساوي أنت مين وعاوز إيه؟ زادت ابتسامته. شرط سفلية أيوه، شوفتني، وآن الأوان نتعرف في ليلة عيد ميلادك 40. مسكت الباب وقفلته في وجهه، ووقفت وراء الباب بجسمي وأنا حاسس بالدم بيفور في عروقي. كنت مفكره هيقاوم قفلة الباب أو هيحاول يصده، لكن آخر ملمح شفته كان وجهه وهو لسه مبتسم. رجعت بظهري لغاية ما قعدت على طرف السرير وأنا معلق عيني عين الباب. الغريب إني ما سمعتش أي صوت منه، لا حاول يخبط تاني، ولا سمعت خطواته بتباعد. لكن بعد ثواني لقيت خط رفيع من سائل أسود بيدخل أوضتي من تحت عقب الباب. كان بيتحرك بانحناءات فوق البلاط وبقرب من رجلي. رفعت رجلي فوق السرير بفزع، فلقيت خط السائل اتجه ناحية رجل السرير، ولما وصل أوله عندها وكان آخره لسه بره الباب، لقيت السائل بقازي دودة سودت ليها 1000 رجل رفيعه، وبدأت تزحف على رجل السرير. نطيت من عين السرير وجريت مسكت خشبة كانت رجل كرسي قديم. رجعت ناحية الدودة اللي كانت بدأت تتحرك على المرتبة.
ومع أول خبطة على رأسها جسمها همد لكن كملت ضرب فيها ضربات ورا بعضها فوق المرتبة لغاية ما قطعت جسمها 30 حتة. لكن الغريب إني مجرد ما وقفت وأنا بنهج من الانفعال، بدأت القطع اللي نتجت عن الدودة تتهز في مكانها. رجعت بظهري لورا لغاية ما لمست الباب وأنا مبرق عينيا. لقيت كل قطعه بدأ يخرج من جنبينها جناحات صغيرة كأنها بتخرج من شرنقة. وفجأة طارت القطع كلها في شكل فراشات سودة صغيرة ملت جو الأوضة. كانت خيالاتها الناتجه من نور اللمبة الصفرة ضخمة، ظاهره على الحيطان والأرض كأنها أشباح. فضلت أطوح في العصاية عشان أضربهم وبحاول أغطي راسي. وفي وسط فزعي وخوفي، كأن حاجه قرصة عقلي فافتكرت شفت الراجل دافين. شوفته بنفس شكله دا يوم الحادثة. وأنا عندي 4 سنين. كان أبوي سايق التاكسي اللي كان شغال عليه، وأمي راكبه جنبه، وأنا في الكرسي اللي ورا، وحاشر وشي في الحيط اللي بين الكرسيين اللي قدام. كنا مسافرين بالليل، مشغلين صباح عين الضيعة يا أمن عين الضيعة وديني وبلاها البيعة. بنضحك ومبسوطين لغاية ما ظهر نفس الشخص دا قدام نور العربية. ظهر فجأة في وسط الطريق، فاكر إني شفت عينيه بيلمع بنفس اللون الأصفر، وكان واقف بوشه الباهت وملامحة الباردة. أبوي انكسر عشان يفاديه. أمي صرخت. أنا غطست بجسمي بين الكراسي، وبدأت العربية تتقلب كم مرة لغاية